السلام عليكم. كلنا بنشرب قهوة من الموكا بود، لكن أنا النهارده هاقول لك إيه الخلاصة إزاي تعرف تعمل قهوة مضبوطة زي بالضبط الطلاينة ما بيشربوها. أول حاجة الموكا بود لما نيجي نفتحها هنلاقي إن هي عبارة عن 3 أجزاء زي ما إحنا شايفين كده. أول حاجة دي الغرفة اللي بيتحط فيها المَيّة، هنا بيتحط القهوة والمفروض إنها بتتقفل كده وبتتحط على النار. أول حاجة طحنة القهوة، ما بتبقاش ناعمة أوي زي القهوة التركي ولا بتبقى ناعمة زي الإسبريسو اللي بيتعمل في الإسبريسو ماشين. لما نيجي نحط المَيّة لازم نحطها تحت الفالف بالشكل ده، والمية لازم تكون درجة حرارتها باردة ما تكونش سخنة. يبقى احنا هنا كده حطينا المية زي ما احنا شايفين لحد العلامة اللي موجودة تحت صمام الأمان ده. طبعا لأن انت لو زودت المية وغطيت صمام الأمان، يعني لو المية عندك هنا زادت وغطت صمام الأمان، الموكا بود ممكن تنفجر. حط القهوة لحد ما هي تبقى كلها ايكوال او ايفن، ما تبقاش